السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل حبايبي. احنا النهاردة هنعمل الليمون المعصفر. أنا رفايدة ممدوح ودي قناة أكلك على قدك مع رفايدة. لو أول مرة تشوفيني اعملي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة جديدة مني. كل سنة وانت طيبين. احنا داخلين على رمضان، هنعمل الليمون المعصفر تكليب الكتير 15 أيام هيبقى كهرمان. عسل 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 عسل. يلا نجيب الليمون الحلو. يا سلام بقى لو مع الراجل حبة كده على بعضهم، بس طبعا تشيلي الوحشة منهم، يعني اللي فاتت دي كانت وحشة فلاش تبدأ مش تمام عادي. بصي افرميها بقى للفراخ ولا اعملي بيها اعملي نقعي بيها الفراخ ولا كده. ده بقى حد عنده فراخ يعني اليومين دول. يلا ما علينا. فاحنا جبنا الليمون وحشتوني والله. داخله جامده، وحشتوني جدا. الليمون بتاعنا انا جبته يعني قولي مثلا كده امبارح، وغسلته وفضلت نقعاه شويه قيمه ساعتين عشان اذا كان في اي حاجه تنزل، وغسلته كذا مره وشطفته كذا مره، وبعدين نشفناه في المصفى الحلوه دي. قعد يعني قولي ساعه كمان مثلا ينشف ولا ساعتين ينشف. جبنا بقى معانا معانا حلة على النار ومعانا فيها حبة خل. موضوع الخل ده مش عشان الليمون بس، يعني هو عصفورين بحجر. يلا اضربي كل العصافير. عملنا الليمون الخل عشان الحلة ما تزرقش. الألمونيا لما بتغلي فيها المية بتزرق، ومشكلة بقى طبعا انك تبيضيها تاني وتقعدي تدعكي بقى وتهدي في دراعتك، والحمد لله تمام. وكمان بيحافظ على شكل الليمون اخضر، يعني مش بيخليه كله اصفر، يعني حتى الصفرة صفرة تمام، ما هي طبيعة ربنا يعني طبيعتها ربنا خلقها كده، انما بيحافظ على الليمونه الخضراء خضراء زي ما هي. حلو الكلام. طبعا شققنا الليمون كله، شققناه 4/4 كده بسكينه حاميه حلوه عشان نضرب برضو كمان عصفورين كده. ضربنا كام عصفور؟ الجدع يقول لي في التعليقات. نضرب عصفورين بحجر. احنا الميه دي هنستخدمها دلوقتي، واوعي ترميها في الحوض. صفيه. ومعانا قشر برتقان على قد ما تقدري. حطي يا حبيبتي، حطي قشر برتقان. القشر البرتقان بيبقى حلو قوي قوي في طعم الليمون، بيخليه بصي اكنه ليمون، يعني لو كلتي قشر البرتقان ده كده تمام حلو قوي. حلو الكلام. حطينا طبعا ما حطيناش ملح، حطينا بس خل ونقطه يعني معلقه مثلا خل في الحل. معانا حبه فصوص توم كده حلوين بقشرهم تمام شغال. مش هيجرى حاجه لو كان مزرع، على فكره مش هيجرى اي حاجه، يعني ما تدقوش بقى. يعني هو التوم اليومين دول الحمد لله يا نصه فرغ يا زرع، يعني احنا بقينا في اخر موسم التوم. بعمل ايه بقى؟ اتفشكلوا لو وصلتي معانا لحد هنا اتمنى تكتبي لي انت بتتابعيني منين واتشرف باسمك، وكمان اكتبي لي ايه رايك في عصفور الليمون. حلو عصفور الليمون. شايفين انا حطيت حله او بوله او اي حاجه اللي يعجب سيادتك حطيه، وحطي فوقيه صفي الليمون فيه. شايفين بقول لكم ان في كمان حبه قشر برتقان ونشيلتهم على جنب، ومعانا قشر التوم مش قشر التوم بحالها، يعني التوميه بحالها. صفينا الليمون بتاعنا. بنستنى بس البخار طالع على الكاميرا شغال. يعني اللي هو اسمها بفدغ. ايوه. بضرب الليمونه كده بايد الهون، مش الليمونه، بضرب التومه بايد الهون كده بحيث ان هي يعني بس تكه كده ان هي تطلع ريحتها. طبعا معانا فلفل اخضر حامي، عايزه اكتر حطي، عايزه اقل حطي، احنا ما بنحبش الحامي قوي. ومعانا فلفل اخضر كمان، ومعانا فلفل احمر، ومعانا بنجر. عندك كميه فلفل حمراء حلوه كبيره كده حطيها يا اختي، بس انا بصراحه ما كانش عندي الا هي واحده. وعندي بنجرايه جميله جدا جدا. شايفين بقى البنجر الاحمر ده مغذي جدا جدا وحلو في الحادق قوي قوي، بيديله اللون الحلو. لو حطيتيه للكرنب وانت بتخلليه، لو حطيتيه لللفت وانت بتحدقيه، بيخلي لونه بامبا كده وجميل. احنا بنحب الليمون احنا بنحب الحوادق اللي هي يكون لونها بامبا شويه. فمعانا طبعا انا ما عنديش فلفلات احمر كتير، يعني ما فيش الا الكميه اللي انتوا شايفينها دي، بس هو فيه فلفل حامي. فمعانا البنجر. طبعا مش هنرمي قشريه البنجر ده. قشريه البنجر دي عارفه لو مسكتيها كده وقمتي جايبه حطيتيها كده على خدودك وقعدتي تدعكي في خدودك، عايزه اقولك ان مفيده جدا جدا للبشره. ده غير انها تديكي لون وردي في منتهى الجمال، طبيعي ممكن يقعد معاكي اسبوع. ايه رايك بقى في الفكره الحلوه دي؟ يلا طبقوا بقى وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات.
وما تنسيش اللايك، اوعي تنسي اللايك واكتبي لي تعليق منك. حطيت طبعا البنجر، ضربت البنجر يعني حطيت البنجر في الخلاط كله بقى في الخلاط. بصي سهل جدا جدا. ليمون معصفر ده حاجه كده بتعمليها في ربع ساعه كده تكوني مخلصاها. تمام. حطينا بقى الفلفل، وحطينا الفلفل الحامي، وحطينا الفلافل كلها اللي معانا. وطبعا على كل كوبايتين، على لتر الميه كوبايه ملح، على لتر الميه كوبايه ملح. اعرفي كده، كل لتر ميه كوبايه ملح. طبعا شفشق الخلاط دون لتر. تمام. وما تحطيش كتير اهو زي ما انتم شايفين بقى. شفتوا بقى العصفورين؟ العصفور الاولاني ان احنا شققنا الليمون قبل ما نحطه في الميه. ليه بقى؟ عشان طبعا خلاصه الليمون بدل ما نعصر ليمون ونضيع من الليمون بتاعنا ينزل فين؟ في اللي هو الحادق، في اللي هو المغلي. فطبعا والميه دي هنعملها هي ميه مخلل الليمون. معانا كده ده ب5 جنيه عصفر، كان زمان كنت بجيبهم ب2 جنيه. يلا بقى معلش الاسعار بقت على الكل. ومعانا ب5 جنيه كمان حبة البركة، بس لقيته كتير شوية فشلت منه شوية، فحطينا العصفر. طبعا ما حطيتش التوم كله، حطيت كام فص توم كده والبنجر عشان يبقى احمر اهو. حطيت لقيت بصراحة يعني كمية فلفل، كمية اسمه ده حبة البركة كبيرة شوية، قسمتها نصين. تمام. وحطيت بقى العصفر بتاعنا الحلو الجميل بتاعنا ده، وحطيت فيه مثلا معلقه ملح. تمام. دي ما جاتش في التصوير مش عارفه ليه. لا انا ما حطيتش ملح. افتكرت استنوا انا نسيت. معلش حطيت خلطه من الخلطه اللي انا عاملاها الحلوه دي. بدل ما تحطي ملح تاني فحطينا خلطه. ما تحطيش كل ميه الليمون اللي انت مصفياها، ممكن تبقى كتير على البرطمان وعشان نستفيد بكل كميه الملح اللي احنا حطيناها. دول 2 كيلو من الليمون انا حاطه لهم كوبايه ملح. حلو كلام اهو. حطيت الخلطه بقى الجميله اللي انتوا شايفينها دي، ما ضربتهاش قوي. عندك كبه افرميها فيها، ما عندكيش كبه افرميها في الخلاط زي ما انا عامله. انا الكبه بتاعتي عيانه فحطيتها بس في الخلاط اهو. وهنجيب بقى البرطمان الحلو بتاعنا. طبعا البرطمان من مخلل لازم تعقميه. ازاي تعقمي باي برطمان؟ ازاز بلاستيك كله سيان كل واحد. تمام. ازاي تعقمي؟ تغسليه بميه سخنه قوي 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 قوي، وتسيبيه سخن يعني يعني ينشف بقى. سواء ممكن ينشف في الشمس، وممكن في درجة الحرارة عالية دي تحطي في قلبه الحاجة وتقفلي. ليه بقى؟ بتفضل اكنها مادة حافظة، بتفضل البرطمان يفضل محافظ على الحاجة اللي في قلبه، ما يعفنش ما يبصش كده. تمام. حلو الكلام. فاحنا عقمناه جامد جامد. او اغسليه بميه وملح برضو ونضفي حلو يعني كل بقى ليمونه حلوه كده افتحيها. بصي هي جامده مش مستويه، جامده في ايديا يعني. هي خدت غلوه على النار، غلوه واحده وطفيت عليها بس، عشان طبعا لسه هيكمل بقيته بقى بقيه التخليل بتاعه في العصفر. حطيت غلوه واحده بس كده، وقمت رايحه بقى جايباه معصفراه جميل جدا جدا. الليمون دون يعني 5 ايام 10 ايام وكلي. اعملي قبل رمضان بحاجه بسيطه وكلي. احنا طبعا عملناه، ويعني بصوا احتمال ان هو يخلص كمان قبل رمضان، اللي احنا بناكل منه على طول. واحنا عندنا ناس بتحب الحوادق شويه. والف هنا وشفا. اكتبي لي لايك. وحشتوني. ازيكم؟ وحشتوني. يلا بصوا اهو. حطينا بقى الفلفل الحامي، حطينا بقيه الخلطه الجباره بتاعتنا، الخلطه اللي فضلت من العصفر والخلطه اللي فضلت التانية. عايزه تحطي عليه بشر جزر تمام شغال حطي. طبعا يلا ارمي في الحوض بقى. ايوه كوب على الحوض. يلا كوب على الحوض. يلا اللي بتغسل ما مش لاقيينها. يلا اهو. بعمل بشطف البتاع بسنة مية كده عشان من عصير الليمون، مش مية بقى جايباها، لا العصير بقية الليمون اللي هو اللي كان مغلي فيها الليمون اهو. مية النقع بتاعتنا كلها، مية غلية الليمون كلها هي اللي تحدق بيها الليمون. طبعا ده مادة حافظة ما اقولكيش عليه، واكنه هو عصير ليمون اصلا. هيبقى تحفه. اتك عليه حلو بقى قوي قوي كده، اللي هو اشربه بقى من البتاعه كده عشان يتفدخ شويه اهون. وبعدين حطي بقى
حطي بقى، عايزه تحطي حبه البركه على الوش حطي، بس هو احنا حطينا عليه بقيه العصفر وحبه البركه. يلا حطي على الوش بتاع زيت زيتون يبقى حلو، زيت عباد يبقى حلو، زيت تموين، والله ما هيقولك لا. ما تقوليش لا على حاجه، كل حاجة. وأول حاجة تعمليها حطي النية في الأكل، نية إطعام الطعام، نية إنك بتعملي لأولادك الصغيرين، نية إن ربنا اللي ياكل من الأكل ده يعني ربنا يهديه كده ولطاعته وعبادته، وكل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي في الله. ربنا يخليكم ليا دايما في حياتي، وما تنسوش اللايك والتعليق، الله يبارك لكم عشان الفيديوهات تعلى. تمام، بقولوا 5 ايام 5 ايام 5 ايام. طبعا الجو ساقع جدا. ما تنسوش اللايك. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.